الفتى عنبر وحبيبته الأميرة سكر والمسيخ الأزعر. العنوان هنا بيلخص الحكاية والشخصيات الأساسية اللي هتدور جميع أحداث الحكاية عنها. بتبدأ الحكاية بقصة غريبة شوية أو شبه مبهمة وما بيكون لهاش تفسير في نهاية الحكاية، عن ملك ووزيره اللي بيجدوا نفسهم في مكان غريب، بستان في وسط الصحراء. ثم النتيجة بتاعت هذه الحكاية انه بيتم تبشير الملك بفتاة جميلة كمولودة له أميرة، ويتم تبشير الوزير بفتى جميل مولود له اسمه عنبر. وتماما كما يقترح عنوان الحكاية، بيقع الفتى عنبر في حب الأميرة سكر وهي تبادله نفس الشعور، وده بيكون الدافع الأساسي للأحداث، بجانب الصراع اللي حاضر أقول عليه هنا هو في الواقع صراع سياسي. القصة ديت في طبيعتها قصة سياسية من الدرجة الأولى، وأنا هترك المتلقي تحديد ما ترمز إليه، لكن واضح ان في صراع ما بين الشعب الذي يعيش في ارض الملك الذي تولد له الاميرة سكر، وجماعة بيتم تسميتهم هنا بجماعة الذعر. والتسمية يعني الى حد كبير مبهمة وهتختلف من وقت للتاني على مر العصور او الازمنة على حسب دلالة هذا اللفظ في كل وقت من الزمن. الفكرة كلها او السمة الاساسية ان جماعة الذعر دول هم مشتتين في جميع انحاء الارض، وان هم بعد ما بيقضوا فترة في كل مكان او في كل ارض بيتعامل الناس معاهم ثم يكرهونهم، ثم يعني يريدون خروج هؤلاء الناس من أرضهم. طبعا السيناريو الصغير دوت بيلقي يعني إلى الذهن تلميح واضح وصريح، يعني يمكن هو تصريح أكتر من تلميح، من هو المقصود بجماعة الذعر. بيكبر الفتى عنبر وبتكبر الأميرة سكر، وبالتالي بعد ما نشأوا مع بعض كأطفال بيكون من الصعب ان هم يستمر لقائهم وقضائهم لأوقاتهم مع بعض بعد ما وصلوا لمرحلة الشباب، وبالتالي الأميرة بتمكث في القصر حسب رغبة وأوامر والدها الملك، ولا يستطيع ابن الوزير انه يراها او يقضي وقته معها كما كان يفعل عندما كانوا اطفال. برضو طاهر ابو فاشا بيوضح لنا في هذه القصة ان الوزير اللي هو ابو الفتى عنبر انه رجل صاحب علم، ويعني في مجالات مختلفة وليس متخصص مثلا في مجال واحد فقط، ثم يقوم بنقل علمه هذا الى ابنه. ويفاجأ الملك بهذا الفتى وما لديه من علم، فيسأل عن والده فيكتشف ان الفتى دوت ابن وزيره. هي طبعا غريبة شوية ان يكون الملك مش عارف ابن وزيره، لكن يعني هكذا كانت القصة. تتوالى الأحداث والحوارات في القصة لنكتشف أن الفتى عنبر له آراء علمية تخالف ما يتفق عليه الناس في أرضه وفي زمنه، وبالتالي يهاجمها الناس. يعني دايما الناس تهاجم أو ترفض ما ليسوا معتادين عليه. دي طبيعة البشر في كل وقت وكل زمان ومكان، ويعني أنا بشوفها من أهم النقط اللي ممكن تفندها وتوضيحها وتحليلها في هذه الحكاية. فهو يرى أن وراء البحور التي يستطيعون رؤيتها لابد أن يكون هناك أراضٍ أخرى لم يسافر إليها أحد منهم ولم يتعرفوا عليها. ودي فكرة بيوضح الكاتب هنا ان هي مرفوضة حتى يعني من ناحية الجانب الديني، طبعا يعني دون التطرق الى دين اهل هذه الارض او الى اخره، انما الفكرة ان ما يتم رفضه دينيا يقوم الناس برفضه او معظم الناس برفضه على أي مستوى آخر. والنقطة دي تحديدا هتكون نقطة انطلاق أو هي ممهدة للأحداث القادمة في القصة، عندما يعني يشي أعداء
الأمير عنبر به، أو نقدر نقول يدبروا له مكيدة بحيث أنه يجد أنه لا مفر سوى أنه يسافر بنفسه مع مجموعة من المساجين الخطرين اللي محكومين أحكام طويلة أو محكوم عليهم بالإعدام، ليثبت إذا كان فعلا هناك أراضي أخرى خلف هذه البحار أم أن هذا يعني محض جنون أو تخيل من جانبه. على جانب آخر بتتوالى الأحداث في شكل صراع خفي ما بين جماعة الذعر وما بين الملك، اللي هو أصلا سمح لهم إن هم يعيشوا في الأرض بتاعته ويتاجروا بأموالهم لكن دون أن يتملكوا أراضي. وطبعا ممكن أحط علامات تنصيص كبيرة وواضحة جدا عند تملك الأراضي، لأنها بتفكرنا تحديدا بنشأة صراع معين، وإزاي يعني فكرة تملك الأراضي كانت هي المدخل لما آل إليه الوضع الحالي وربما المستقبلي اللي في ذلك الصراع. الحوار بين الشخصيات في هذه الحكاية عندما تكون عند جماعة الذعر نجد أن القائدة أو يعني الملهمة المتصرفة في أمورهم هي اسمها جلدة، وبنجد ان هي بتستعين بالسحر وبتستعين بمارد او عفريت معين هو من يقوم بتنفيذ ما تريده وما تراه مناسبا لجماعتها اللي هم جماعة الذعر. نقطة أيضا أراها مهمة جدا في هذه الحكاية هي نقطة الخيانة، وهي من إحدى الدوافع أو النوازع الكبرى في النفس المكلفة بصفة عامة، وهنا بتتجلى فكرة خيانة الوطن أو خيانة الحاكم. فالكاهن الأكبر هنا بيقوم ب يعني بيع نفسه مقابل المال إلى جلدة وجماعتها اللي هم جماعة الذعر، وينقل إليهم جميع الأخبار وجميع الخطط المستقبلية اللي الملك ووزيره بيقوموا بيها أو ناويين تنفيذها. ويعني ده ليس ببعيد عن المحتوى العام للقصة والمعنى والرمزية فيها، بما إن في صراع فبالتالي بتحاول هذه الجماعة اللي هي جماعة الذعر إن هي تجد خائن، ويا حبذا لو كان أكتر من واحد ويكون له منصب كبير فيستطيعون كسب الحرب بهذه الطريقة. بنجد أيضا في نقطة أخرى عندما يضطر الأمير عنبر أنه يسافر في رحلة بحرية لإثبات إذا ما كانت نظريته صحيحة من عدمه، فإذا كانت نظريته صحيحة بيرجع إلى أرضه ويكون قد أثبت نظريته، وإن لم تكن فيهلك ويهلك من معه، هم أصلا محكومين بالإعدام، فليس هناك يعني أي ضرر عليهم، بل بالعكس ربما تكون هذه فرصة لهم للنجاة إن كتبت لهم. فيعني بنجد ان الشر اللي في نفوس هؤلاء المحكومين بيتجلى في ان هم بيتمردوا عليه بيقرروا ان هم يستولوا على الاموال اللي معدة للرحلة اللي هو القائد بتاعها، وبيلقوا به الى البحر ويتخلصوا منه، لكن لانه لسه ليه عمر بيتم اكتشاف او بتتم نجاته. وبنجد يعني نقدر نقول خط موازي للقصة الأساسية اللي هي بدأ من أول الحكاية، فهي أرض جديدة وهناك ملك جديد لها وهناك وزير وحاشية وبطانة وإلى آخره، ويعني هناك مؤامرة ضد يعني هذا الملك، وابن هذا الملك يعني كان له نفس فكرة الأمير عنبر، وأنه هو قام برحلة لإثبات يعني نظريته، وفي نفس ذلك الوقت جاء الأمير عنبر إلى تلك الأرض يعني ويلتقي به الملك بعد يعني أن يتعافى ويتمثل للشفاء بعد أن كان على وشك الموت عندما ألقوه البحارة المحكومين بالسجن واستولوا على الأموال. ويجد أيضا أن يعني ولية عهده تحاول التخلص منه لكي تستولي على العرش،
ويجد نفسه يعني لا يستطيع أن يتماشى مع هذه المؤامرة، وفي نفس الوقت هي معجبة به جدا، وهي تريد أن يتزوجها ويصبح هو ملك وتصبح هي ملكة. لكن في نفس الوقت هو لا يريد أن يقبل هذا لأنه ضد مبادئه من أول أو من جانب، ومن جانب آخر لأنه يحب الأميرة سكر. وبالتالي تعكس شخصيته هنا صراع، وهو كيف أنه سوف يتماشى معها دون أن يتنازل عن مبادئه، وفي نفس الوقت يحاول ألا يقع له ضرر منها. وأيضا من النقط المهمة جدا للإسقاط في هذه الحكايات على وقتنا الحاضر أو يعني الماضي الحديث بتاعنا، هنجد مثلا إن فكرة يعني طبعا اتكلمنا عن فكرة الخيانة، اتكلمنا أو هي يعني تحتوي فكرة التجسس داخلها، لكن في نفس الوقت عند المواجهة أو عند الحروب فكرة مثلا وجود معدات فاسدة أو أسلحة لا تصلح للحرب، فبتتجلى يعني بشدة في هذه الحكاية في يعني إحدى نقاط الصراع الأساسية. وطبعا هي فيها تلميح واضح جدا وصريح لأحداث معينة حصلت، وأنا هنا يعني لا أعني بالضرورة أن الأحداث التاريخية اللي تقريبا معظم الناس مصدقها أن هي واقعية أو أن هي حقيقية، أو أن مثلا كان هناك أسلحة فاسدة أو أطعمة فاسدة أو إلى آخره، لكن هي فكرة الرمزية أن يعني هذه الحكاية تروي أحداث مشابهة وتستخدم نقدر نقول رموز مشابهة، ليست بالضرورة أو ليس لا يجب أن تكون أسلحة هنا، ولكن هي فكرة الخداع أو الخيانة أثناء المواجهات في الحروب. واحب اقول برضو ان زي ما يعني الكاتب اوضح لنا فكرة الخيانة وهي احدى نوازع النفس المكلفة، فهو ايضا اوضح لنا فكرة الوفاء، سواء وفاء الانسان زي مثلا وفاء عنبر لوطنه ولمبادئه، ويعني تقضية جميع اوقات حياته في خدمة هذا الوطن وخدمة هذه المبادئ، أو في وفاء الحيوان زي وفاء الحوت اللي أنقذ عنبر عندما ألقى به السجناء إلى الماء، لأنه سمع يعني العزف الرائع للأمير عنبر على الناي وطرب به، وكان يتبعه عندما كان على ظهر السفينة، وظل يتبعه حتى إذا وجده في الماء أنقذه وألقى به إلى الشاطئ. وده طبعا يعني بيوضح الفكرتين، لان دايما النقيضين لما يتحطوا جنب بعض بنقدر نشوفهم بوضوح، زي ما تحط اللون الابيض جنب اللون الاسود تقدر تشوف الوضوح بشكل قوي جدا في الفرق بينهم. فبالتالي فكرة الوفاء مضادها فكرة الخيانة، الاتنين موجودين في القصة. هناك أيضا فكرة مهمة جدا في رأيي وأراها سوف تكون مستغربة جدا من المتلقي، وهي فكرة استعانة البشر بالجان. هنا طبعا بيتم طرح هذه الفكرة على شكل حكاية للتسلية، لكن في رأيي الشخصي إن هذه الفكرة هي موجودة في واقعنا الحالي، وبتتم على جميع المستويات من أدناهم إلى أعلاهم. فكما هناك قادة كبار جدا في عالم البشر، هناك أيضا قادة كبار جدا في عالم الجن، ويستطيع أو يحاول أو يقوم القادة الكبار في عالم البشر بمحاولة الاتصال والاستعانة بالقادة الكبار في عالم الجن. وزي ما أنا ذكرت هي مجرد يعني فكرة ورأي شخصي للمتلقي قبولها أو رفضها. ثم نجد أنه في أحداث نهاية القصة عندما يلتقي الجيشان في المعركة الحاسمة، سوف يعني يحارب البشر بعضهم البعض في هيئة جيشين،
ويقوم عنبر باستدعاء أو باستخدام الأداة السحرية اللي هي العصا اللي وجدها لما راح الأرض الأخرى، ويعني هي موكلة له أو هي مقسومة له، فيأخذها ويعني يأتي بها، وبالتالي يعني الحارس أو القائم عليها من الجان هو من يقوم بمحاربة المارد الذي يساند جماعة الذعر، وهو من كان يؤمن لهم النصر. وبالتالي يعني فبنجد هنا نوع من العدل في إنهاء القصة، فمن هو جان يحارب الجان ومن هو بشر يحارب البشر. فبالتالي هنا يعني أصبح يعني عنبر وقومه يقومون بما يستطيعونه، وهو الحرب والدفاع عن أرضهم، وفي نفس الوقت الجانب الأكبر الذي لا يستطيعونه، فتقوم هذه العصا السحرية أو المقرعة كما يتم يعني تسميتها في الحكاية، فيقوم الخادم القائم عليها بمحاربة أو بهزيمة شمهور اللي هو المارد اللي بيستعينوا به جماعة الذعر، وحول نفسه إلى تعبان مخيف وقرونه كبار أثناء المعركة عشان يخوف الجنود. فبالتالي المقرعة بتضرب هذا المارد، وبالتالي بيتم يعني تحييد جانب القوة بتاعة الجان، وتكون هنا يعني الغلبة لمن له القوة الفعلية في الجيشين على الأرض. وختاما أجد أن نوازع النفس المكلفة هنا بتتجلى في الخيانة أو خيانة الوطن، بتتجلى في الحب الطاهر العفيف اللي هو ما بين عنبر وسكر، بتتجلى أيضا في يعني السعي والاجتهاد وبذل ما يستطيع الإنسان بذله في الحرب اللي دارت ما بين الجيشين، جماعة الذعر وجماعة أو المالكين الأصليين للأرض، وهم أهل عنبر وسكر. فهم قاموا يعني كل ما يستطيعوا في الحرب، ثم في نهاية المطاف يكتب لهم النصر. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من سلسلة الشخصية والرمزية والإسقاط في الحكاية.